كيفاش نتغلبوا على الأفكار السلبية مع نصائح مفيدة. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. سبق لك شي نهار جلستي مع راسك وبديتي كتفكري بزاف أفكار سلبية، خوف، قلق، لوم لنفسك، وتقولي علاش أنا هكا، علاش دايما كنشوف الأسوأ. إلا كان هذا الإحساس جاك شي مرة أو شي نهار، بغيتك تعرفي حاجة واحدة، راه ماشي بوحدك. الأفكار السلبية كتزور أي واحد فينا، ولكن المشكل ماشي أنها كتجي، المشكل هو كيفاش نتغلبوا عليها وكيفاش نتعاملوا معها. في هذا الفيديو غادي نهضروا بهدوء وببساطة على شنو هي الأفكار السلبية، منين كتجي، والأهم كيفاش نقدروا نتغلبوا عليها خطوة بخطوة. فقبل ما ندخل في الموضوع، خليكم معايا في هذا الفيديو حتى الآخر، حيث ممكن تلقاي فيه كلمة تقدري تغير ليك حياتك. وما تنسوناش من لايك والاشتراك في القناة إلا عجبكم محتوى ديال الفيديو. شنو هي الأفكار السلبية؟ الأفكار السلبية هي داك الصوت اللي كيجيك في دماغك وكيقول ليك ما غاديش تنجحي، راك ضعيفة، الناس أحسن منك، أي حاجة ديريها غادي تفشلي. كاين اللي كتجيه أفكار ديال الموت، كل واحد وكيفاش كتجيه هاد الأفكار، كتجي فجأة بلا استئذان وكتخليك تحسي بثقل، حزن أو قلق. ولكن هنا خاصنا نوقفوا شوية ونفهموا حاجة مهمة بزاف. الفكرة ماشي هي الحقيقة، غير حيت ما تندمجيش معاها مباشرة، خليها تدوز. وقفي وسولي راسك، واش هاد الفكرة صحيحة؟ واش عندي دليل عليها نهضر مع راسي شوية، ولا غير تخميم؟ غير بهاد فكرتي في حاجة سلبية ما كاينينش، راه بصح هي غير فكرة، والفكرة يمكن نبدلوها. منين كتجي الأفكار السلبية؟ الأفكار السلبية ما كتجيش من فراغ، تجارب سابقة مؤلمة، شي فشل فات لك دزتي منه، شي كلمة جرحتنا، شي موقف بقى فينا، أو الماضي ديالنا والمقارنة مع الناس أو مع الآخرين. نشوفوا الناس في الانترنت فرحانين وناجحين ونقولوا علاش أنا لا. الفراغ وكثرة التفكير، ملي العقل
ما كيكونش مشغول كيبدا يخترع سيناريوهات سلبية. وهنا بغيتك تفهمي حاجة، ماشي انتي اللي خايبة، راه غير عقلك محتاج شوية تنظيم وراحة نفسية وشوية ديال الاهتمام. كيفاش نتغلبوا على الافكار؟ كاينين اسباب بزاف بحال التعب والضغط. ملي تكوني عيانة، الوعي بالفكرة. اول خطوة هي انك توعي بالفكرة. ملي تجيك فكرة سلبية، نتمشى شوية، نسمع قرآن، نقرأ الذكر، تكتبي أفكارك في دفتر أو تعملي جدول ديال الالتزامات ديالك. ملي كتخرجي الفكرة من راسك وتكتبيها، كتفيقي، كتفقديها قوتها، ما كتبقاش عندنا ديك الفكرة السلبية. في الأخير بغيتك تسمعي هاد الجملة: الأفكار السلبية ما كنعرفش وما كندمجهاش وما كنمثلهاش. السلبية ما كتعرفش وما كتمثلنيش، هي غير سحابة كدوز وانتي السماء باقية وقوية. إلا عجبك هذا الفيديو كتبي لي في التعليق شنو اكثر فكرة سلبية كتجيك، وغادي نحاولوا نلقاو ليها حل مع بعضياتنا. وما تنسيش تشتركي في القناة، نصائح مفيدة باش نوصلك فيديوهات كتعاونك تعيشك براحة ووعي أكتر. شكرا لك، وخلي بالك على راسك. السلام عليكم.